السلام عليكم، أنا ياسمين ناصر. قبل ما تسمع الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل خاصية الجرس. هاخد شوية من وقتك، اسمع الفيديو يمكن كلمة تفرق معاك. ما حصلش معاك قبل كده انك يكون نفسك في حاجة قوي ولما تجيلك تحس انك كنت مرتاح قبل منها اكتر؟ بشوف ان ده سببه ان ربنا لما بيمنع عننا حاجة او بيأخرها بيكون عشان هي مش احسن حاجة لينا ومش هنكون كويسين بسببها، واللي احنا فيه دلوقتي مناسب اكتر. ويمكن برضو مش ده السبب، بس في كل الأحوال هيكون أحسن لما ندعي ربنا نطلب منه يحقق لنا الحاجة كذا لو فيها خير لينا، ولو ما فيهاش يبعدها عننا، ولازم نكون راضيين لو ما حصلتش ونتأكد إن هو ده الأفضل لينا. تاني حاجة عايزة أتكلم فيها، ما تحكيش اللي خانقك لأي حد وخلاص لمجرد إنك تحكي. اختار شخص مناسب أو شخص بترتاح معاه عشان ما تحكيش وتلاقي إنك بقيت في حالة أسوأ. مش ساعات بتحصل معاك؟ آخر حاجة بقى عايزة أختم بيها الفيديو، مش كل حياتك هتكون سودة، في حاجات حلوة برضو بس يمكن عينيك معمية عنها. أنا متفقة إن كل واحد مننا حياته مليانة مشاكل بصرف النظر عن نوعها، بس عمرك فكرت ولو ثواني كده في الحلوة أو النعمة اللي ربنا أنعم عليك بيها؟ فكر كده شوية، هتلاقي في وسط الضلمة دي نور. ممكن يكون مواقف حلوة، حاجات كويسة عنك، وحاجات موجودة في حياتك و إلى آخره. مش لازم طول الوقت بس موجودة، وإنك تفتكرها بس فده في حد ذاته يخليك أحسن، ومش هتبص لحياتك بنفس النظرة، فهتلاقي نفسك على الأقل ابتسمت وقلت الحمد لله.